كويس خالص ان احنا نطلب من ربنا ان يسهل حياتنا، لان حياتنا جايز تصادفها كثير من العقبات، عقبات من الشيطان وعقبات من داخل النفس ورغباتها من الداخل، وعقبات من الناس الاشرار، وعقبات بنذكرها في صلاة الشكر ونقول كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان ومؤامرة الناس الأشرار وقيام الأعداء الخفيين والظاهرين انزعها عنا وعن سائر الشعب. تنزع عننا الحاجات دي لكي تسهل حياتنا، وحياتنا يا رب دي في ايديك وملكك، فنطلب إليك أنك أنت تسهل حياتنا. تسهل حياتنا لأن الكتاب بيقول إن أرضت الرب طرق إنسان جعل أعداءه يسالمونه، ففي إيدك أنك أنت تسهل هذه الحياة. لا تكن حياة معقدة ولا حياة قلقة، ولا تكون السكة مسدودة قدام أو مغلقة، ولا توجد أمامها عراقيل تمنع الحياة من أنها تمشي في طريقة مستقيمة. سهل حياتنا، سهل حياتنا، لأنك أنت يا رب أقوى من ضعفاتنا إن كانت مشاكل حياتنا بسبب الضعفات، وأنت يا رب أقوى من كل العراقيل إن كان في طريقنا عراقيل. أبونا يعقوب كان خايف من أخوه عيسو، وبعد 20 سنة كان خايف وقعد يصلي ويقول له يا رب نجني من أخي عيسو، عايز يضربني الأم مع البنين ويخلص عليا، وإذا به يجد أن أخوه يقبله ويعانقه ويقبله. يا ما ربنا بيسهل طريق الناس من حيث لا يعلمون. الشعب في البحر الأحمر مفيش شك، ده مثل عجيب جدا، كانوا خايفين يغرقوا البحر قصادهم وفرعون وجنده من ورا. بعدين موسى قال لهم الرب يقاتل عنكم وأنتم تصمتون، وضرب البحر بعصاه، والرب سهل لهم طريقا في وسط البحر. حاجة عجيبة، لما ربنا يحب يسهل طريق حد بيسهلها بعجوبة بمعجزة بأي طريقة. زي الكلمة اللي تكررت في سفر الرؤيا، هو ذا قد جعلت أمامك بابا مفتوحا. الرب يفتح ولا أحد يغلق، ويغلق ولا أحد يفتح. لذلك لما أنت تصلي وتقول سهل حياتنا، يعني يا رب سهل السكة قصادنا، ما تخليش الأمور تتعقد في حياتنا.